النصيحة اللي تعلموا صيانة الموبايل من غير كورسات تعلموها ازاي؟ سؤال حلو جدا. هتكلم عن نفسي. انا ابتديت الصيانه سنه 99، ما كانش في موارد زي دلوقتي نتعلم منها، فاحنا اتعلمنا او انا اتعلمت في الوقت ده عن طريق الصواب والخطأ. يعني ايه صواب وخطأ؟ يعني التليفون كان بيجي، كنت بحاول ان انا افكه، اوقات بنجح واوقات بفشل. في الاوقات اللي بنجح فيها بكسب، وفي الاوقات اللي بفشل فيها بخسر. وعايز اقول لك يعني ان كانت خسائر فادحه. التليفون كان غالي جدا اياميها، ويعني الواحد لسه بيبتدي، فيكسب يكسب يكسب حاجات بسيطه حاجات بسيطه، ويجي تليفون واحد يخسره فياكل منه كل اللي كسبه واكتر كمان. وكان بقى يجي لي التليفون انا مش عارف التليفون من جوه اللي انا بفكه ده من جوه عامل ازاي، فممكن اجي افتح التليفون وانا بفتحه اروح جاي قاطع كابل، قاطع انتنه، ففلوس التصليح كلها تروح في ان انا اشتري الحاجه اللي اتقطعت مني وانا بس بفتح التليفون عشان احاول اعرف ايه مشكلته. يعني انا ممكن افتحه ومعرفش اصلحه فاجي اقفله تاني، فكون انا قاطع حاجه اوريدي فاروح اشتريها من على حسابي. فكل دي كانت خسائر، كل ده بسبب التعلم عن طريق الصواب والخطأ. واصلا التليفونات زمان كانت اسهل بكتير عن دلوقتي، يعني كان الموضوع مسامير، اغلبها مسامير. دلوقتي البوردة والموبايل بقى معقد اكتر، وفتحه بقى معقد اكتر واصعب، وشاشات رفيعة وفلاتات في كل حتة، فالموضوع دلوقتي بقى اصعب. والموبايل الواحد دلوقتي بمبلغ. وزمان العيوب اللي كنا بنصلحها او اللي كنا نقدر نصلحها قليلة جدا مقارنة بدلوقتي. حتى الادوات زمان كانت قليلة جدا، ما كانش بقى فيه ولا كاميرا حرارية ولا ميكروسكوب ولا الكلام ده، فكانت امكانياتنا ضعيفة، فما كناش بنقدر نصلح عيوب كتير، كانت كلها عيوب سهلة وبسيطة. انما العيوب اللي موجودة دلوقتي والمنافسة اللي في السوق على اصلاح العيوب الصعبة والتميز في الصيانة بقى حاجة لا تقارن بالوقت بتاع زمان. فكل فني النهاردة لازم بيسابق الزمن عشان يطور نفسه ويجيب ادوات احترافية ويتعلم ويقدر يواكب التطور اللي حاصل في المهنة، وده صعب انك تعمله لوحدك. انك تجمع معلومات لوحدك وتجمع منهج لنفسك لوحدك، معلومة من هنا على معلومة من هنا، معلومة صح على معلومة غلط، ده هياخد منك وقت علشان تتعلم. لما بتروح تاخد كورس انت بتاخد المنهج على الجاهز. طبعا كل واحد واستيعابه، كل واحد بيقدر يشرب من المنهج ده على قد طاقته، على قد خبراته السابقة. الطلبة بتختلف عن بعضيها، مش كله زي بعضه. زي ما احنا كنا في المدرسة كلنا كنا في ثانوية عامة مع بعض مثلا في نفس الفصل، في مننا اللي طلع دكتور، في اللي طلع طيار، في اللي طلع كذا وكذا، فكل طالب بيشرب على قده. شكرا يا باشمهندس. العفو.